السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل الرقاية بطريقة سهلة وسريعة وينجح معاكي من أول مرة. سمي الله كده وتصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بص كده الرقاق معايا، بسم الله ما شاء الله. عايزة أقول لك طعمه بجد روعة، طريقته كمان سهلة قوي. بص هيطلع معايا حلو جدا. وانت بتعملي الرقاق حاولي تسيبيه يبرد معاكي عشان طلعيه بمنتهى السهولة. بس الصراحة أنا مش بصبر عليه، فعشان كده بيبقى سخن معايا شويه. انت سيبيه يهدى كده من الحراره، هيبقى حلو جدا معاكي. اول حاجه عندي بعصج اللحمه. انا اللحمه بتاعتي بصل وحبايه فلفل رومي، وبعد كده بنزل عليها باللحمه لما بتتشوح معايا. انا مش بغمق البصله، يا دوبك تتشوح بنزل عندي عليها باللحمه، وبحط لها الملح والفلفل الاسود وبسيبها لحد ما تتعصج. وبكون عامله عندي لحمه تانية سلقاها طبعا عشان احنا عايزين الشوربه، فبحطها على النار تغلي واخد شوربتها، وابتدي ان انا انزل فيها الرقاق. طبعا بحط في الصينيه معلقه كده من السمنه، وبتنزلي بالرقاق ورقه ورقه، واحده واحده في الطبق ده كده، وتسقيها في الشوربه وتحطي في الصينيه. تمام كده. هتحطي لك 3 ورقات ولا حاجه من تحت و3 من فوق. بصي لو الصينيه مستطيله كده هتضطري تعملي زي انا ما بعمل، هتكسري الرقاق عشان تساوي الحروف. انما لو مدوره اسهل كتير. عملت نزلت كمان بالعصاج، وبعد كده بدات ان انا احط بقى الرقاق معايا. طبعا هو مش متكسر، انا اللي بكسره لان الرقاقه مدوره والصينيه مستطيله، فعشان اداري الحروف فبكسره. عايزه اقول لك ما بيبانش ابدا في الشكل. شفت الصينيه من اولها ما بانش فيها حاجه خالص، مع اني برضو كنت مكسراه عشان اسويه من الحروف. تمام. عملته بقى كده وخلاص وغطيته. ببتدي بقى ان انا اقطعه. طبعا التقطيع على حسب ما انت عايزه، بس الشكل التقليدي بتاعنا وشكله حلو ان انا اقطعه مربعات بالشكل ده. تمام. بقطعه كده وبعمل له حاجه عندي اللي هي زي تشريبه كده دي عشان تطريه. دي عباره عن بيضه بنزل عليها بالكوبايه من اللبن. تمام. هتقلبي البيضه ورشه من الفلفل الاسود وكوبايه اللبن بتاعتك. طبعا اللبن بدرجه حراره الغرفه. بقلبه بقى كويس كده معايا. بعد كده ببتدي انزل بيه على الرقاق. بتعمل بتخلي الرقاق عندي يعلى ينفش ياخد لون حلو جدا، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي. الرقاق انا بسويه ازاي؟ انا بحطه في الفرن على الشبكه حروفه تحمر، قام جايه مولعه الشوايه وطافيه الفرن من تحت. طبعا قبل ما تدخليه معلقه كده من السمنه عشان تلمع اللون معاكي وتديله درجه حلوه. بس لونها جميل جدا وطعمها والله العظيم بجد حكايه. جربي الرقاق على طريقتي وقولي لي في الكومنتات عجبتك ولا لا، وهتعجبك جدا بجد. انا بعملها كل الضيوف بيقولوا لي اعملها لنا تاني. طريقتها حلوه وسريعه وطعمها كمان حلو جدا ومش بتاخد وقت. انا كنت عامله في الفيديو ده صينيتين حلو جدا.